السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ورب تكونوا جميعا بخير. كشف تقرير أمريكي النهاردة أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران أسفر عن نتائج عكسية غير متوقعة، ولم يؤدي إلى انهيار النظام، بل أدى إلى زيادة تصلبه وقوته. ومع انتشار صور الدمار في تل أبيب من القصف الإيراني، زادت حالة الشك في القدرة على التحكم في الحرب وإنهائها. وكانت إيران شهدت مسيرات حاشدة خلال مسيرة يوم القدس في وسط طهران رغم القصف المستمر، المسيرة اللي بتنظم آخر جمعة من شهر رمضان في إيران للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وشهدت المسيرة حدث استثنائي اللي شارك فيها العديد من المسؤولين الإيرانيين، فحصل قصف أمريكي إسرائيلي في طريق المسيرة، ولكن استكمل المتظاهرين المسيرة نحو مكان الاستهداف وقاموا بالتكبير. محمد برو محمد يا علي يا هاب سلام سلام علیکم بگی سلام برو وایسا دکتر خدا قوت دکتر یک زمان دکتر یک زمان بگیر آقا بگیر خدا قوت محکم بشید دکتر Herkes eşya.